السنة اللي فاتت في رمضان في شيخ قال إن النار ممكن تتلغي، وإن ده يعني إيه رأي وبتاع وحاجة تحترم كرأي. طبعا ده هجص السنين، معلش مع احترامي يعني. لأن ربنا في القرآن بيقول إيه؟ بيقول لا يبدل القول لدي وما أنا ظلام للعبيد. ده بداية الكلام. يعني إيه؟ يعني القول مش هيبدل. اوكي، ربنا قال ان في نار يبقى في نار، اوكي، في جنه في جنه، وما انا ظلام للعبيد. ودي مش مقتصه، دي ايه محكمه كامله. والايه اللي بعديها بتاكد على فكره، يعني ليه؟ لانها بتتكلم على جهنم. يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ده الايه اللي بعديها على طول. فانا ما اعرفش ازاي المفروض ده شيخ ودعايه اسلاميه وبيطلع على التلفزيون وما قراش سوره قاف. يعني ده ابسط كلام، يعني المفروض هو حافظ القران. ليه انا بتكلم في ده؟ لان ده مش دين، ده عقيده. عقيده يعني ايه؟ يعني ربنا واحد ومفيش جنبه حد. الكلام اللي هنا ان بيوريك ان في العقيده انت عندك ايه؟ عندك الايمان والعمل الصالح. الايمان هو ده في العقيده، اللي هو من امن ايه؟ بالله وكتبه ورسله وملائكته والجنه والنار. فان انت يعني ايه تامن بيها؟ يعني هي موجوده 100%، مش هتتغير. ربنا قالها. دي حاجة مهمة إن إحنا نركز فيها. أما تبتدي تشوف اللي قال الكلام ده، اللي قال الكلام ده بيقول إن هو صوفي. طيب ما هو الصوفية دلوقتي بتخلط ما بين حاجتين، ما بين الولاية، الأولياء، أوكي، وما بين إن تعبد حد تاني مع الله. ليه؟ لأن هما للأسف أول حاجة البداية أصلا بيقعدوا يقولوا الله حي، والحاجات اللي هما بيقعدوا يعملوها دي، ده بداية الكلام. الرسول ما عملهاش. يعني جاب لي حاجة في السيرة بتقول إن الرسول قعد يرقص هو والصحابة، ده ما حصلش. فأنتوا بتعملوا حاجة مش موجودة أصلا في الدين. دي بقى هي البدعة. اوكي، مش ان انت تعمل فرح ولا تعمل عيد ميلاد ولا، لا لا لا، البدعه ان انت تقعد تعمل حاجات ليها دعوه بالله، ليها دعوه بربنا. هي دي الفكره. طيب عندهم مشكله كمان الاخوه الصوفيين، ان هم بيقول لك ايه، زي التجاني ده اللي قاعد يقول ايه، حب الشيخ من حب الله. اوكي، شوف وصلك لايه. ف... فده طبعا حرام ومحرم في القرآن. فهجيب لك آية برضو عشان ما بقاش يعني ايه بحسسك ان انت يعني ايه ان انت مش فاهم. الآية يا سيدي بيقول إيه؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني ربنا بيقولها لك صراحة. دي سورة آل عمران. فيعني 79 و80. اوكي، تقدر تقرا الايه. فربنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت مش يعني ربنا مش هيقول لك اكفر بعد ما قلت لك امن. بس هنا بيقول لك اربابا. احنا بنقول ولايه. حضرتك ما انت ما تشرح لواحد الولايه على انها ارباب، خلاص خلصنا. ما هو اللي هو انت شرحتها غلط. الولاء مين اكتر ولاه ليك؟ ابوك وامك. ليه؟ دول اولياء الامر، دول اقرب ولاة الامر. ربنا حدد لك التعامل معاهم ازاي في القران كله، وامتى تعصاهم. اوكي، امتى بس تعصاهم. اوكي، فقيس على كده اي ولاء بعد كده. انت ما هو ده ربنا قال لك ايه على اهلك. اوكي، آه وإن آه آم، وإن بلغا عندك الكبر. أول حاجة إن هما هيكبروا عندك. وإن بلغ عندك، أوكي، الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فمش هتقول لهم أف. ولا تنهرهما. أوكي، وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى انت الحاجات اللي عليك الولي لما هيكبر ان انت هتساعده. طيب وربنا قال لك ايه؟ لا تشرك يعني طعهما حتى لغايه لما يقول لك ايه؟ ان تشرك بي شيئا. ليه؟ ليه شيئا؟ عشان الشرك اساسا ما فيش حد مشرك عارف انه مشرك. ده من الاخر. ليه؟ لان الشرك هو ان انت تعبد حاجه مع الله. انا ما اعرفش حد بيعبد الشمس وربنا في نفس الوقت، ولا القمر وربنا. لان هو لو بيعبد الشمس والقمر هو هيبقى كافر اصلا، مش مشرك. يعني ده اللوجيك بيقول كده. فالمشرك مع الله، مفيش حد بيعبد الشمس مع الله. طب ازاي تشرك؟ تخيل الموقف ده، ابنك دلوقتي سرق وانت شفته وهو بيسرق، واتقال لك تعالى اشهد، وهو هيتسجن، او زمان هيتقطع ايده بقى. فانت هتكذب. لو كذبت انت اشركت. ليه؟ لان انت دلوقتي اشركت ابنك مع الله. ايه؟ انت مش عارف. ما هي دي الفكره. ما فيش مشرك عارف انه مشرك. الكافر عارف انه كافر، بيقول ما فيش ربنا، هو حر. لكن المشرك عمره ما هيعرف ده. فخلي بالك، الناس بتشرك بالفلوس، الناس بتشرك بحاجات كتيره قوي. فالاولياء اما بيجي يقول لك ان حب الشيخ من حب الله، ده كله فتي. ده عشان يعلي نفسه. اذا كان في الايه بيقول لك ما تاخدش الايه النبيين والملائكه، يعني مش البشر العاديين، ده النبيين والملائكه ما تاخدهمش اربابا اصلا. فانت وايه، وفي ايه بتقول
إنما الولاية لله. ثانية واحدة، أنا كاتبها. لا يبدل القول، لا تختصموه، ولا تتخذوا من دون الله أولياء. سورة التوبة، الآية 31. لا، الآية 9، سوري أنا آسف. أوكي. فنركز مين بيقول إيه. ده كله عقيدة، ربنا واحد، مفيش استعانة بأي حد. حتى أنت وأنت بتصلي بتقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أوكي، يعني الاستعانة حتى إياك نعبد وإياك نستعين. أنا مش هستعين بحد، يعني ما تقولش حد ساعدني ساعدني، ما فيش الكلام ده. هو وربنا بيقول لك إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا ما عنديش حيلة وما عنديش قوة غير بربنا. اوكي، طب امال انا كده انا مش بعمل اي حاجه؟ لا، انت بتختار. ربنا سير لك العالم ده كله عشان انت تقعد تختار. كل اختيار بيدخلك في اختيار تاني في اختبار تاني. يعني اللايف كلها، الحياه كلها من ساعه ما تتولد لغايه لما هتموت هو عباره عن اختبار في اختبار في اختبار في اختبار في اختبار في اختبار. لازم تعمل حاجتين: الايمان والعمل الصالح. الايمان ان انت هتامن بالله وكتبه وملائكته ورسله وكل اللي متقالك. طب والعمل الصالح؟ ان انا هصلي واصوم واعمل 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 واعمل. مش معناها الشغل، لان برضو الناس بتخلط الشغل. مش هو العمل الصالح، لان ربنا ساوى اللهو بالشغل. الشغل ان انت تشتغل تقعد عشان تاخد فلوس، ده هو زيه زي اللعب اللهو. اوكي. ليه؟ في سورة الجمعة في اخر آية ربنا بيقول للرسول: لو اتنادوا هم الناس يعني اللي لهو او تجارة او بيع. مش فاكر تجارة ولا بيع، بس هو الشغل في الاسلام في القرآن بيتقال عليه تجارة او بيع. اوكي، مش العمل هو العمل الصالح، اللي هو بينكلود التصدق، بينكلود ان انت تقول لمراتك كلمه حلوه. اي عمل صالح. والعمل الصالح حتى لازم ابتغاء مرضات الله. ليه؟ ما ينفعش تعمل عمل صالح عشان انت حبيت حب الخير، ده غلط. لا، انت بتعمله ابتغاء مرضات الله، مش عشان اللي قدامك، عشان ربنا. ده حتى في موقف عن الرسول عليه الصلاه والسلام، كان في الفتنه بتاعت السيده عائشه. ابو بكر الصديق كان في واحد اتكلم على السيده عائشه على شرفها. اوكي، فقال انا كنت بساعده ومش عارف ايه، مش هساعده. فالرسول قال له لا، هتساعده. انت دي مش بتاعتك اصلا، يعني انت ده مش من اختياراتك يا حبيبي. ده انت. وده ابو بكر الصديق بيفهم، بيسمع من الرسول، والرسول هو اللي قال. فانت لا تملك المال، لا تملك اي شيء. انت مجرد زائر هنا لمده 60 70 سنه 80 سنه، وتفر عمرك قد ايه، عشان يا تخش يا الجنه يا النار. فده كله يعني ايه، حاول تاخده بمحمل هادي شويه، وما تتخانقش حتى في حتة الدين. انت عارف ايه الصح، اقرا قرآن، اعرف انت مين ليه عليك ايه. اول رول في الاسلام كلنا زي بعض. مفيش حاجة، كلنا هنتحاسب قدام ربنا، كلنا هنبقى زي يعني ايه، ربنا يلطف بينا. اوكي، مفيش حد فينا صح، مفيش حد فينا ما بيغلطش، وربنا هو اللي بيغفر. اوكي، فركز في الكلام ده كله. مفيش والي هيوديك لربنا، ولا هو كلامه احسن من كلامك، ولا هو بيحلم احلام من عند ربنا، ومحدش بيجيله وحي، ومحدش بيجيله حاجة. اوكي، هو الدين نزل وخلص، ودلوقتي اختبارات. في حاجات بتاكد لك الدين كتير قوي. انت القران عندك سوره النحل بتتكلم ان هي النحله ست. واصلا دي المعلومه دي اتعرفت في الاربعينات. الريلاتيفيتي مكتوبه صراحه، اللي هي التايم دايليشن، 1000 سنه مما تعدون. دي اللي هي اينشتاين خد عليها نوبل. ممكن اجيب لك ايه تاني؟ لا، في حاجات كتير. الاكسباندنج يونيفرس، ان ربنا خلق السماء وان اليها لموسعون. فده اكتشفوه لسه من قريب، بنتكلم 10 15 سنه. ففي ممكن اقعد اعد لك. لا، في كتير حاجات ما ينفعش الرسول عليه الصلاه والسلام يكون عارفها، فده من عند الله. في رابع صفحه في القران مكتوب صراحه: لذهب بنورهم. يعني الناس هم ناس بتحاول تشوف على لما يحصل رعد. فربنا بيقول لهم حتى لو بقى انتوا هتشوفوا، هيذهب بنوركم فمش هتتشافوا. فانت متخيل ان هو علم ان انت بتشوف ازاي؟ ده ما كانش موجود برضو ايام الرسول. انا ممكن اقعد اعد لك مليون حاجه. بس فاللي انا بقوله، ركز انت بتسمع من مين. لو ليه؟ لان انت بتسمع منه، هو لازم يكون هو نفسه سوي الاول. يعني هو نفسه سوي. والمعلومات بقت سهله. زمان ايام الصحابه، ده عشان يجيب معلومه ولا كتاب ولا بتاع، كان بيجيب معلومات كتير ويحطها في ابواب في كتاب. دلوقتي انت مش محتاج ده اصلا. انت عاوز تعرف حاجه، معلومه عن الموضوع ده، هتجيب كل الحاجات اللي فيه، اقعد اقراها يا باشا. اقعد اقراها من كل السورسز، بس اعرف المصدر ده قوي. مين؟ ابن عباس، لان ده راجل بيفهم جدا 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 في الاسلام. لازم تبقى عارف اراءه عامله ازاي.
لازم تبقى عارف حياتهم كانت عاملة ازاي، عشان اما تاخد منهم كلام تبقى فاهم هو فكره عامل ازاي. مش اي حد تاخد منه كلام، ومحدش يجي يقول لك لان خلي بالك ربنا قال هيعجبك ناس كلامهم يعني في الحياة الدنيا، وهو يشهد ربنا بيشهد ان هم ألد الخصام. فيعني خلي بالك الناس بتعرف تلوي لسانها كويس ويكلمك بالدين والقرآن والسنة، وفي ناس بتقول لك كلام باللغة العربية أصلا ولا هو من الدين ولا هو من السنة، وأنت فاكر يعني زي كذب المنجمون ولو صدفوا أو صدقوا، ده ولا حديث ولا موجود في حاجة ولا أي حد، ده تأليفة. أوكي. والناس بتقوله هو مش موجود أصلا، يعني ولا في قرآن ولا في سنة ولا حاجة ضعيفة حتى، يعني اللي هو احنا مش بنقول ان هو موجود ومضروب، لا هو مش موجود. فانت ركز بجد في الحاجات دي. ليه؟ لان هم خدوا دي متألفة من آية. اوكي. حاجة آية بتتكلم على يصدفون وهم يصدفون، يعني ربنا بيعمل وهم اللي بيصدفوا عن الحاجات دي. والناس في التلفزيون بتغير الحقائق. يعني ايه؟ يعني في التلفزيون في اول الحرب بتاعت فلسطين بيقول لك ايه؟ اترمون بنفسكم الى التهلكة. حضرتك هو الآية بتقال على حاجة تانية خالص. الآية ملهاش إن أنت بتحارب، ده أنت لو حاربت مش عارف مين دول زي الوحش ده. لا لا لا، حضرتك الآية بتقول أساسا ده على اللي مش هيصرف على الحرب للمسلمين ضد الناس أصلا. إن أنت لو ما صرفتش بترمي بنفسك إلى التهلكة. ده اللي مكتوب، اقروا. شفتوا بيلوا الكلام إزاي؟ ما هو القرآن ما فيهوش الكلام اللي هم بيقولوه. فايه اهدافهم؟ انا فعلا مش عارف، انا فعلا مش عارف. بيقتصوا الكلام، يقتص 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 يقتص، يعمل دين تاني. اوكي. فركز اقرا لنفسك. رمضان داخل، اقعد اقرا بقى كتير قوي، هتبقى حلوه ان شاء الله. وان شاء الله كلنا ايه نطلع منه عاملين